ذكريات حلوه اي يعني بس وسخ. اوه هاي انا اللطافه. اوكي، شوف هذا الشيء بذكرى كلش ما حلوه. هذا شيء كلش 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 ليش؟ كلش ما حلوه. ما يصير اقولها لو ما يصير؟ لا قوليها عادي. هي ذكرى عائليه كلش، بس انا ما اعرف يصير اقولها لو لا، بس انا حقولها. راح قوليها. اني ابويا وامي انفصلوا فتره من الزمن، وبهذه الفتره اني كنت طالبه مدرسه، وعدى علي وقت واني ما شايفه ابويا. كان اكو لحظه اجى ابويا للمدرسه وجاب لي محفظه. على فكره اريد اقول اني ما قايلته قبل. اجى ابويا للمدرسه وجاب لي محفظه، واني اتذكر انه اني ما كنت متاكده انه هذا ابوي. يعني اني كان عمرك ايش قد ما تتذكرين؟ بالثاني او بالثالث ابتدائي. يعني ما كنت متاكده انه هذا ابوي. صار ايش قد ليش ما شايفته يعني؟ ما ادري يعني سنوات؟ يعني ممكن سنتين. زين وين جاش؟ للبيت ولا للمدرسه؟ للمدرسه. وكان ابويا وقتها نجم والناس تعرفه وتسلم عليه، فالطلاب اللي وياي يعرفوا اكثر مني ويعرفون انه هذا يمكن كان اكو. يعني انت ما حد قال لك انه والدك الفنان؟ لا طبعا اعرف، بس اقصد انه هم شايفيه بالتلفزيون فهم يعرفون انه هو هذا. انا ما كنت اتذكر اني ما شايفته بالتلفزيون، ما ادري، او هو مسوي لك اني ما اعرفه بيه. بس انا اتذكر كلش زين انه كانت اكو لحظه اني ما شايفه ابويا بيه وجاب لك المحفظه، وتكاد تكون هاي واحدة من أصعب اللحظات، إذا مو أصعب لحظة مرت بحياتي بالطفولة. يس. زين تتذكرين شلون كانت المحفظة؟ ايش حكى وياك بوقتها؟ لا أتذكر المحفظة بس ما أتذكر إيش حكى وياي. تتذكرين ايش قال لك؟ لا أتذكر إنه هي محفظة وردية وشكلها كلب، وأنا كلش أحب الكلاب، وبقت ورا انكسرت وبقت لي سنوات أنا محتفظة بها ما كنت قادرة. وزين أنت قلتي إنه كنتي كلش متعلقة بوالدك. ايش وقت بدأ هذا التعلق؟ بعد هاي الحادثة لا. ولا قبلها؟ قبلها. أنا كبيرة وامي وابوي تزوجوا عن حب، فكانت اني نتاج، يعني نتاج هم يريدون، كانوا مهتمين بي كلش، واني اشبه ابويا بشكل مو منطقي. يعني اني اشبه ابويا حتى باخطاء، حتى باشياء المو صحيحه. زين شنو ذكرياتك عن هاي الفتره؟ هاي فتره الانفصال؟ ما كنت كبيره كلش، بس اني يعني اكو مواقف كانت مثل هذا الموقف. طبعا موقف اللي طفل انه والده ما شايفه ويجيب له هديه اشبه بفيلم قصير يعني. ما اعرف شنو كانت مشاعرك بوقتها، بس يعني الناس من تسمع القصه ممكن اكو هوايه ناس مره بهذا الظرف انه والدهم بعيد عنهم او حتى والدتهم. شو الموقف؟ شوف اني ما عانيت بقد الناس اللي ينفصلون اهلهم ويعانون، اني ما عانيت، بس فكرة انه انت ممكن تلتقي بابوك وانت ما تعرفه هذا فد شيء يوجع. وبالمدرسه وكلها عرفتها ما عندها. كل اصدقائي اللي منفصلين عن نسائهم او اللي عندهم نوايا ينفصلون، انا اكثر شيء يخوفني انه يمر على اولادهم لحظة ما يعرفون بها ابائهم، لانه انا اعرف كلش زين صعوبة وقيمة هاي اللحظة. اتمنى دائما اللي عندهم اطفال يفكرون بيهم قبل الانفصال، لان الطفل هو المتاثر. الانفصال بهواية حالات هو خيار صح وقرار صح، بس بالاطفال لا، للاشخاص. وحتى بالاطفال ان تكون محترم بعين اطفالك افضل من ان تكون موجود وانت ما محترم. بس انا برايي اشوف انه اذا انت العلاقه مبينه مشدوده، مرات تبين علاقه مشدوده ويصرون على انه يجيبون اطفال ويعذبوهم، هذا هو الشيء الغلط. بس انه مرات الابتعاد هو احترام للطرفين، بس يبقى احتواء للاطفال، يعني مو ما اشوف بس بشرط انه ما تبتعد بهذه الطريقه اللي ممكن توجعهم. وانا اكد لك انه راح يجي يوم وينوجعون من بعدك. اكيد طبعا، وتاثير الطفل كلش ويا ابوه وامه. طبعا ضوجناك يمكن في هالفقره وذكرتي شيء حزين كلش، بس قصه حلوه. نكمل. نرجع بكل الظروف والاحوال.